وليد الركراكي المدرب الذي ابتسم له الحظ بمونديال قطر 2022 بدون تكتيك، بدون هوية، بدون أسلوب لعب، فقط العودة إلى الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة. فبعد سنة من هذا الإنجاز لم يستطع تكوين فريق قادر على المنافسة بشكل قوي في كأس إفريقيا 2024، فقط استمر في العيش على الأوهام الماضي، على الأوهام كأس أو كأس العالم. اعتماده على الإرث القديم كلفه الانهيار والإذلال والهزيمة بطريقة مذلة ومهينة، بطريقة لم تكن بالحسبان. إقصاء لمجموعة من اللاعبين الذي كانوا يستحقون التواجد والحضور بالكان، علاوة مثلا على العملود، مراد باطنة في الأجنحة، في الجناح الأيسر أيضا نتحدث عن سفيان رحيمي، وفي وسط ميدان لاعب مجرب مثل حريمات، على حساب تواجد لاعبين لم يكونوا يستحقون الحضور أصلا بسبب مشاكلهم الصحية ومعاناتهم. لماذا لا نتحدث عن مزراوي الذي كان غير مستعدا، زيادة على زياش الذي لم يكن مؤهلا بشكل كافي، إضافة إلى استدعائه لبوفال الذي لم يكن في الفورمة. لماذا يتم الاستدعاء لاعبين كثر أو أكثر من 4 لاعبين في نفس المنصب أو في نفس المكان أو في نفس الموقع، ألا هو نصف ميدان، ريشارليسون والعزوزي وأيضا أمرابط، إضافة إلى أملاح، في حين أن في الحقيقة في المقابلات فهو لا يعتمد إلا على لاعبين، ألا وهما أمرابط والأملاح، حتى وهما في أسوأ حالاتهم، فقط ليتذكر حنين المونديال. لماذا يتم الإصرار على سايس الذي هرب من العمر، والذي أصيب أيضا في إصابة قبل الكان، والذي آمن به واستمر به حتى في 3 مقابلات في الدور الأول التي لم يكن في المستوى، إلا أنه استمر، فعوض أن يقوم بإدخال الشاب شادي رياض أو اللعب بأبقار، بقى مستمرا متشبتا بهذا اللاعب سايس. لماذا يتم الاستمرار ويتم التركيز والإبقاء على أنصيري لمدة 90 دقيقة في أزيد من 4 مقابلات، في حين أن اللاعب لم يقدم أي مستوى منذ مقابلته الأولى؟ لماذا ولماذا 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 كل هذه العاطفة؟ ولماذا كل هذا الحب لمجموعة من اللاعبين الذين فعلا قدموا مونديال رائع، لكن ولى عليهم الزمن ولم يعودوا في الفورمة؟ فلمن الأسبقية والحضور؟ ولمن هو الأجدر في الملعب؟ هل من هو في قمة الجاهزية أم من هو حمل قميص الأسود بمونديال قطر؟ أين كان وليد الركراكي خلال هذه السنة منذ انتهاء مونديال قطر؟ لماذا لم يقم بتحضير فريق شاب، فريق متجانس، فريق A وفريق B، فريق قادر على أن يسجل ويلعب بطريقة ذكية وطريقة متجانسة ومحترمة؟ ففي المقابلة التي جمعتنا بتنزانيا ثلاثية خادعة ماكرة، لكن الجمهور كله كان يعلم على أنها مقابلة ملغومة، كيف لا وهي تلعب أمام منتخب رديء ضعيف اسمه تنزانيا. لكن الفريق الثاني أو المقابلة الثانية الكونغو أعادتنا إلى مكاننا الحقيقي، وأعادت وليد الركراكي إلى حجمه الطبيعي. تعادل بشق الأنفس، كان من المفترض أن ننهزم نظرا للمستوى الكارثي الذي قدمناه ضد الكونغول. ماذا حدث في المقابلة الثالثة أمام فريق اسمه زامبيا وما أدراك ما زامبيا، فريق ضعيف رديء بدون هوية بدون تاريخ، نفوز عليه ب2-0 بصعوبة بالغة بكل نجوم الفريق. لماذا يتم التركيز في المقابلة الثالثة على إدخال كل اللاعبين، علما أننا لم نكن بحاجة إلا تعادل؟ ألم يكن من الجدير، ألم يكن من الأفضل أن نلعب بالفريق الثاني أمام زامبيا ونلعب من أجل الحصول على نقطة واحدة، من أجل الفوز، أم كان علينا أن نفوز من أجل الكوت ديفوار؟ ما هي النتيجة؟ انهيار في اللياقة البدنية وإصابة زياش، بوفال الذي لم يكن في الفورمة أبدا، حتى في التدريب لم يستطع إكمال التدريب، هل هو انهيار فعل أمام إصابة؟ عدل الذي دخل أمام جنوب إفريقيا وجد نفسه معزولا، كيف لا وهو لم يلعب أبدا وقط مع هذه المجموعة. الزلزولي علامة استفهام، لماذا الزلزولي يستمر في اللعب بالمنتخب؟ هل هو كفؤ؟ وهل يستحق أن ينال شرف ترك لعب هذا المكان، مع العلم أننا نملك لاعبين أفضل؟ الحديث عن مراد باطنة وعن سفيان رحيمي. لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ كل هذه العلامة استفهام أدت بنا إلى خسارة في الحقيقة ليست خسارة، إقصاء مر مذل كارثي يطرح علامة استفهام. وليد الركراكي بين المحك، الاستمرار أو الإقالة. وليد الركراكي التي اهتم بالشو وبالميديا
وبالحديث عن أشياء لا تمت بأي صلة لكرة القدم، الحديث عن العرب والحديث عن اللاعبين. فبدلا من أن يحيي المدرب ويخرج، يذهب للقيام بالتحية على اللاعبين حتى يجد له صديقا له في الماضي اسمه مبيمبا الذي يحمل قميص الكونغو الذي أعاده إلى حجمه الطبيعي. كل هذا يرمي تساؤلا: ماذا حدث في مونديال قطر؟ هل كان فقط مجرد صدفة، أو كانت تشكيلة بناها مؤسس اسمه خليل زيتش، وكان وليد الركراكي فقط مولنية ليحصل على نصف نهائي كأس العالم؟ ما هي النتيجة؟ وإلى أين؟ وإلى متى سيستمر المغرب ذلك المنتخب الذي ينهزم بطريقة مهينة؟